الغريبة، غريبة المحلات الدايبة الناعمة، بتدوب في البق وفي نفس الوقت متماسكة ونقدر نتحكم فيها. مشكلتي دايما مع الغريبة اللي بنشتريها من بره ان اغلبها او اغلب الاماكن بتباعها بحس ان هي بتكون طرية، صوابعنا بتبصم فيها مع ان هي باردة. شايفين هنا متماسكة وحلوة ازاي؟ طبعا بعد ما بردت تماما تحفة، دايبة وفي نفس الوقت مستوية وبتدوب في البق، متماسكة كده نقدر نتحكم فيها. مقادير الغريبة معروفة، دقيق وسمنة وسكر، ما فيهاش أي افتكاسة. وهنعملها طبعا بالطريقة المعتادة، 4-2-1. يعني لو 4 كوبايات من الدقيق هنضيف عليهم كوبايتين من السمنة وكوباية واحدة من السكر. السمنة بتكون نص الدقيق والسكر نص السمنة. أنا هنا هستخدم نص كيلو من الدقيق، دقيق كحك وبسكوت أو دقيق جميع الأغراض. هضيف عليه نص كيلو الدقيق هياخد ربع كيلو من السمنة في درجة حرارة المطبخ، ولو سمنة بلدي طبعا تكون حلوة جدا. وهضيف عليهم 125 جرام من السكر البودرة، يعني 500 جرام دقيق، 250 جرام سمنة، 125 جرام سكر بودرة. السكر البودرة يعني يكون أفضل لما يكون منخول. ضفت السمنة على السكر وهبتدي أضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما قوامهم يبتدي تحسوا ان هو بقى أنعم وتضاعف وبقى لونهم أفتح أهو زي كده. نقدر نضربهم بالمضرب اليدوي عادي أو بإيدينا، نفضل نربهم كده بإيدينا لحد ما نوصل للنتيجة الحلوة دي. بيكون قوامها كده شبه الكريم شانتيه شوية كده، تمام جدا. بعد ما جهزنا السمنة بالسكر هضيف عليهم الدقيق. هضيف الدقيق مرة واحدة وهبتدي أقلب، مش هعجن، هقلب يدوب بس يندمجوا مع بعض ونشوف نتيجتهم عاملة ازاي. المقادير دي بتكون مظبوطة جدا، ما بيكونش فيها اي تغيير. لكن لو نوع الدقيق مش واثقين فيه او مش مجربينه قبل كده في المخبوزات اللي زي كده، مخبوزات العيد بالذات، ضيفوا كل الكمية اللي انتوا هتستخدموها ما عدا معلقتين سيبيهم على جنب. ممكن ما تحتاجيهمش، ممكن تحتاجي اكتر على حسب نوع الدقيق. لو انتي مش متعودة تستخدميه ومش عارفة المقدار هيكون ازاي، نقلبهم مع بعض كويس لحد ما الدقيق يتشرب كل السمنة والسكر. وكل ما نعجن وندلك فيها، مش هنعجن، ندلكها او نبسها زي الكحك كده، كل ما بتكون انعم. ما نستعجلش ونضيف دقيق. تمام كده. بمسك قطعة منها واكورها، بتكون مظبوطة ومفيهاش اي تشققات كده، العجينة معايا مظبوطة جدا. طب لو فيها اي تشققات وضفنا كمية الدقيق خلاص مرة واحدة، يبقى الدقيق كان زيادة، ضيفي معلقة من السمنة، مفيش اي مشكلة. بس مش سمنة سايحة، سمنة برضو في درجة حرارة المطبخ. هاخد قطعتين من الغريبة وهكورهم كده وهحطهم في صينية صغيرة وهدخلهم الفرن. هعمل لها اختبار، ما نستعجلش ونقطع كل كمية العجين او نشكله كله مرة واحدة. الغريبة ليها تركات بسيطة قوي بتفرق جدا في الطعم وفي النتيجة. وهضغط عليهم كده بالنص بصباعي وادخلهم الفرن على درجة حرارة 170. انا هسوي الغريبة على درجة حرارة 170. هنلاحظ ان هي فرشت معايا شوية زيادة، يعني الطبيعي الغريبة بتريح بس هنا ريحت زيادة، يبقى العجينة محتاجة كمان معلقة واحدة بس من الدقيق. ومنكترش دقيق اكتر من معلقة علشان ما تشققش في الفرن وتحجر معانا. تمام كده. يعني لما انا لاحظت ان الغريبة فرشت في الفرن زيادة، زودت لها معلقة واحدة بس من الدقيق وهدلكها كويس جدا. وبعد كده هبتدي اقطعها. قبل ما نقطع العجين او نشكل الغريبة، مهم جدا ندخل العجينة التلاجة ترتاح شوية، لان هي اغلب العجينة سمنة وسكر فبتكون سخنت من ايدينا وبتلزق. لما بندخلها التلاجة ونخرجها، شايفين بقى دلوقتي مش بتلزق ازاي؟ بنشكلها بسهولة. هعملها كور كده يعني، ونراعي طبعا على قد ما نقدر ان هي تكون مقاس واحد. ومش بضغط عليها، بعمل الكورة كده زي ما هي. ولو هضغط عليها بضغط حاجة بسيطة، مش ببططها، يعني يدوب بخلي السطح بس بتاعها مستوي. اول ما خلصت الصينية دي تقدروا بقى تزينوها بالحاجة اللي تحبوها والمتوفرة عندكم. اي نوع مكسرات، حتى لو فول سوداني كمان تقدروا تزينوها بسبرينجل زي كده. تقدروا كمان تعملوها سادة زي ما تحبوا.
انا هزينها هنا تزيين بسيط جدا، وكمان هدخلها التلاجة على الرف لمدة 5 دقايق. وده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة قبل ما ادخلها الفرن. الفرن يكون سخن. وده تاني صاج على درجة حرارة 170، بتاخد بالظبط 10 دقايق مش اكتر من كده. من 8 ل 10 دقايق بنبتدي نشوفها. بعد 8 دقايق بتكون مسكت نفسها مستوية. يعني اقول لكم ايه، مش بتاخد لون، يعني علشان تبقى زي الجاهزة بالظبط ما تدوهاش لون، ما تحمروهاش. شايفين لونها من تحت؟ يعني اخد لون ذهبي بسيط جدا يعني. وده طبعا ما بنعرفش نتحكم فيها او نمسكها بايدينا غير بعد ما تبرد تماما. وده شكلها بعد ما بردت. بفتحها مستوية من جوه، بتدوب كده. بضغط عليها بصباعي بتدوب بسهولة، بس في نفس الوقت اقدر اتحكم فيها وامسكها من غير ما صوابعي تبصم فيها. دي الغريبة المظبوطة، مستوية وفي نفس الوقت متماسكة، وكمان بتدوب في البق. نتيجتها حلوة قوي، تحفة. نادرا لو لقيتوها في محل بره بيعملها بالطريقة دي، وبتكون مظبوطة كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وطريقة الغريبة تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله وتنجح معاكم. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.